السلام عليكم، أهلا بكم في قناة حكاوي تيتا المرعبة مع قصة جديدة مرعبة وغريبة من حكاوي تيتا المرعبة. قبل ما نبدأ قصة النهاردة إن شاء الله بتمنى منكم الاشتراك في القناة، ما تنسوش الشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد ومرعب وغريب من حكاوي تيتا المرعبة. القصة بتاعت النهاردة إن شاء الله في سلسلة أجزاء رعب نص الليل، زور نص الليل. بنتكلم فيها عن الناس الجن راح لهم بيوتهم وخبط على بيوتهم بأشكال وبصور متعددة. في صور منها ان هو قلد صوت ناس يعرفوه، وفي صور تانية خبط من غير ما يتكلم زي الفيديو اللي فات. قصة النهاردة اللي روح وخبط على اللي معانا في القصة النهاردة شاب عنده 16 سنة. اللي راح له وخبط عليه مش جن، الله أعلم هو ايه، هو واحد كان مقتول من يومين راح له وخبط عليه. القصة دي حقيقية وحصلت بالفعل. قبل ما نبدأ القصة بتمنى منكم الاشتراك في القناة، ما تنسوش الشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد ومرعب وغريب من حكاوي تيتا المرعبة. قصة النهاردة دي حصلت بالفعل في محافظة الشرقية في فترة التمانينات، في منتصف التمانينات. حصلت مع شاب اسمه شريف. طبعا أنا مغيرة الأسماء بناء على طلب أصحاب القصة. الشريف ده في منتصف التمانينات بيقول أنا كنت قاعد بتفرج على التلفزيون، يعني كان حوالي الساعة 2 بالليل لما كان بيجي فيلم السهرة على القناة التانية، الفيلم الأجنبي. بيقول قبلها بيومين في واحد جارهم اسمه علاء. عم علاء ده كان بيحب شريف جدا وكان دايما بيقعد يهزر معاه. كان الفرق بينهم وبين بيت شريف جراج، يعني البيتين لازقين في بعض، مفيش الا جراج هو اللي بيفرق ما بين البيتين. بيقول دايما عم علاء ده ما كانش بيندهلي غير يا ابن سباعي. عمر ما حد ندهلي باللقب ده غير عم علاء، هو اللي دايما كان يقول لي يا ابن سباعي، روح يا ابن سباعي، تعالى يا ابن سباعي. عمره ما قال لي يا شريف، وعمر ما حد قال لي يا ابن سباعي غيره. عشان يتفاجئ شريف ان في يوم في صريخ والدنيا مقلوبة والناس عمالة تجري. في ايه؟ علاء عربية دسته، علاء مات. طبعا شريف اتصدم، كل الناس كانت زعلانة عليه وكل الدنيا كانت مقلوبة. وطبعا شريف ده مات موتة طبعا صعبة جدا، عربية خبطته ودسته. طبعا الدنيا كانت يعني كل الناس كانت زعلانة عليه لأن هو كان شاب في أول الأربعينيات، يعني كان عنده حوالي 42 سنة. عم الشريف اللي توفى ده كان عنده بنت وولد، سايبهم صغيرين خالص. طبعا العربية كانت دسته في البلد في القرية بتاعتهم، والناس طبعا يعني العربية دسته مات في ساعتها. يعني هما جابوله الدكتور لغاية عنده في الحتة اللي هو متداس فيها بالعربية. الدكتور يعني ميت، العربية كانت دايسة، يعني كانت دايسة عليه كله، يعني كان كل اللي شافوه قالوا مات في ساعتها من الحادثة البشعة. الناس طبعا شالوه جابوه على بيتهم لأن هو كان مخبوط جنب بيتهم يعتبر. جابوه على بيتهم، الدنيا كلها كانت غرقانة دم والبيتين لازقين في بعض، يعني كانت حاجة بشعة. ومنظر الدم ده ما كانش بيفارق دماغ شريف أبدا، لكن هو زي أي شاب دفن جوره وزعل عليه وبعد كده راح قعد يتفرج على التلفزيون. صغير عنده 16 سنة. بيقول أنا كنت بتفرج على التلفزيون على الفيلم، كان كل اللي في البيت نايمين، وطبعا زي بيوت الأرياف اللي هي الصالة في النص وحوالين منها الأوض، أوضة بابا ومامته وأوضة اخواته البنات والأوضة بتاعته هو اخواته الولاد. بيقول عشان حوالي الساعة 2 بالليل ألاحظ إن في حاجة بتخبط في الباب، بس ده مش خبط عادي، مش خبط كده طرق على الباب زي أي حد بيخبط بإيده، لأ، ده صوت خربشة، بس خربشة واضحة وشديدة. يعني بيقول ده كلب هيجي يخربش في الباب أو قطة بمخالب أو بضوافر. ايه ده؟ بيقول قعدت أركز، لا الخربشة بتزيد وعالية وشديدة، لا في حاجة، يعني في حاجة من بره عايزة تدخل جوه. بيقول عشان بعد كده ما يبقاش خربشة بس، لا ده في صوت زي صوت كلب بيلهس، يعني كلب فاتح بقه وبيلهس.
قال يمكن في كلب مثلا شامم ريحة أكل في البيت من جوه ولا حاجة، أو مثلا سمع صوت التلفزيون أو ما حطش في دماغه. بيقول عشان بعد كده أسمع صوت حد بيقول افتح يا ابن سباعي. بيقول ساعة ما الكلمة دي اتقالت أنا قلبي وقع في رجليا. بيقول أنا حسيت إن قلبي وقف. بيقول أنا خفت، اترعبت. اللي بينده بره ده مين اللي بينده عليا الساعة 2 بالليل؟ لأ، ومعاه كلب. طيب نده عليه تاني افتح يا ابن سباعي. ايه ده؟ الصوت ده انا عارفه، ده صوت عم علاء اللي مدفون بقاله يومين، عم علاء اللي العربية دسته وخدنا عزاه. افتح يا ابن سباعي. الصوت عمال يعلى ويزيد، صوت الخربشة على الباب بيزيد، صوت الكلب بيزوم. بيقول أنا من الرعب ومن الخوف أنا زحفت على رجلي، مش قدرت أقف. بيقول زحفت، ما قدرش حتى ينده لباباه أو لحد من اخواته. بيقول أنا اتأكدت إن اللي بره ده عم علاء. بيقول زحفت ورحت. بيقول شريف أنا من الخوف ومن الصدمة مش قادر أنده لحد يجيلي ولا عارف أعمل ايه. بيقول قعدت أزحف على إيدي ورجلي لغاية ما وصلت عند باب، وطبعا يعني الصالة بتاعتهم صغيرة والباب قريب يعني من مكانه، فزحف لغاية ما قدر ان هو يسند على رجله كده ويفتح الباب. وبيقول دخلت أوضة أبويا زحف لغاية ما وصل السرير عند أبوه وقعد يشد في هدوم أبوه. بيقول أبويا اتخض، أبويا خاف. ايه ده؟ مين اللي بيشد فيها من تحت السرير؟ مين؟ فقلت له انا. يبقى بيقول كنت برجف صوتي كان بيرجف مش طالع. قال لي ايه يلا في ايه؟ انت ايه اللي مطلعك كده؟ انت جاي تحت السرير ليه؟ انت اتهبلت؟ قال له يابا عم سباع عم علاء بره، عم علاء بره بينده عليا يابا. قال له عمك علاء مين يا ابني؟ انت اتهبلت؟ علاء مين اللي ينده؟ عمك علاء مين يا ابني اللي بينده عليك؟ انت اتهبلت؟ قال له والله العظيم عم علاء بينده بره. بقول طبعا انا كنت بعيط وصوتي بيرجف ومخنوق والكلام مش طالع من بقي متلخبط وبتعتع. قال لي يا ابني انت اتهبلت، اهدى يا ابني اهدى، عمك علاء مات الله يرحمه هيجي ينده عليك ليه؟ قلت له والله العظيم يا بابا عم علاء بيخبط بره، ومش بيخبط ده في كلب بيخربش في الباب. بقولت لقيت ابويا قام اتنفض ساعة ما قلت له في كلب بيخربش في الباب. قال لي طب اسكت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اطلع نام هنا جنب أمك، اوعى تكون يالا فتحت الباب ولا عملت حاجة. قلت له عملت ايه يابا؟ ده أنا كنت عاملها على روحي يابا، أعمل ايه؟ قال له خلاص اقعد هنا جنب أمك وأنا هروح أشوف فيه. بيقول أبويا خرج بس كان خارج خايف. بقول أول مرة أشوف أبويا خايف ومتردد، بيقدم خطوة زي ما يكون ماشي بالعافية. بقول خرج وقعد جنب الباب وساب الباب مفتوح وقعد يقرأ قرآن، وكان بيقرأ قرآن بصوت واطي. بيقول أنا كان طبعا ما نمتش، ما جاليش نوم لغاية ما أذان الفجر أذن. قام جاي أبويا داخل الأوضة قال لي يا ابني ما تقولش حاجة من اللي حصلت دي لحد من اخواتك، مش تخوفهم، ده تلاقيك بس بتهيألك ولا انت زعلان عشان عمك علاء اصله كان بيحبك وصاحبك، بس ما تقولش لحد. يلا انا واقفلك اهو وادخل نام في اوضتك يلا مع اخواتك. بيقول عشان الصبح اصحى القى امي عامله بخور في البيت، مولعه بخور كتير، والشيخ بتاع الجامع موجود عندنا في البيت وعمال يقرأ القرآن. وبعد كده قرأ قرآن على مية وقعد يرش في كل أركان البيت، وقعد يرش قدام باب البيت من الأول للآخر. لا ده أخد الشارع كمان قعد يرش فيه من المية اللي مقروء عليها القرآن ورش على باب بيتنا.
وقال لي ما تبقاش تسهر لوحدك بالليل، واوعى حد يجي يخبط عليك بالليل وترد عليه. القصة دي حقيقية، حصلت بالفعل واتحكت من أصحابها اللي حكوها. لسه معانا قصص تانية أكثر رعبا، استنوها من حكاوي تيتا المرعبة. لكن عشان تسمعوا القصص بتمنى منكم الاشتراك في القناة، ما تنسوش الشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد ومرعب وغريب من حكاوي تيتا المرعبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.